لو ما شفتش الجزء الاول من حكايه فين روح شوفه الاول، هسيب لك الرابط بتاعه في الديسكريبشن والتعليق المسبق. وزي ما شفنا في الجزء الاول من الانمي، حصل فين على بطاقه 2 بوستون التي تحمل قدره السلاح الناري، وانضمامه لفريق البطاقه الرابحه وخوض اكثر من مغامره معهم وحصولهم على بعض من تلك البطاقات. وعرفنا كمان ان في منظمه بتدور على البطاقات دي هي كمان، فيا ترى فريق البطاقه الرابحه يقدر يتصدى لهذه المنظمه؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد ما وقف فين ويندي عند حدها، بتروح الشرطه علشان تحقق في الوضع، وبيقولوا للمحقق انهم اتسببوا في فوضى كبيره هذه المره. وبتستعين المحققه ببعض الفتيات اللي كانوا قريبين من الحادث اللي بيدوها مواصفات كريس، وبتعرف ان شغال في شركه بنكول. بعد كده بتروح المحققه للرئيس وبتساله بخصوص كريس والمجموعه دي، ده غير ان في منهم 2 كانوا في قسم الشرطه قبل كده وخرجوا من غير ما حد يكلمهم عادي. وكمان في تسجيلات منتشره على الانترنت للناس دي. بتبص على التليفون وبتلاقي التسجيلات دي اتمسحت. بيقول لها المحقق احنا قبضنا على المجرم والقضيه اتقفلت. بتعرفه انها مش هتسكت وانها معاها بيانات للناس دي. بتروح على الجهاز بتاعها وبتلاقي كل البيانات ممسوحه. في الوقت ده بيجي واحد للمحقق يونج وبيطلب منه انه يجي علشان يستجوب جون دو. فبيقول له يونج خد المحققه شيو بدلا مني. بتروح شيل جون علشان تستجوبه، وبيرفض في البدايه انه يتكلم علشان هو خايف من عائله الكولانديك انهم يقتلوه. لكن شيو بتطمنه وبتقول له انه في مركز الشرطه ومفيش حد يقدر يكلمه هنا. وبيقول لها انت مش عارفه حاجه، العيله دي تقدر توصل لاي مكان حتى هنا، انا خلاص انتهى امري. ولكن شيو بتطمنه وبتقول له ان القانون هياخد مجراه. بيقول لها خلاص لو انتوا سبتوني اروح لمكان امن هقول لكم كل حاجه عن العيله دي. بتقول له خلاص انت من دلوقتي اعتبر نفسك في برنامج حمايه الشهود. وقبل ما تمشي بتساله عن شركه بنكول. بيقول لها اسال يونج وهو هيقول لك. في الوقت ده بيكون يونج في العربيه بيكلم ثيودور بخصوص الحوادث اللي حصلت في الفتره الاخيره، وبيقول له ثيودور خلي بالك من اللي انت بتتعامل معاه، لانه ممكن يغرف انيابه السامه فيك في اي وقت حتى لو كان صديق طفولتك. وهنفهم بعد شويه هما بيتكلموا على مين. كملوا معانا بس الفيديو للاخر. في الوقت ده بتكون المحققه شيو بتراقب فرع اول مايت وكل موظفيه، لانها فاكره ان في علاقه بينهم وبين عائله الكولان دي. بتنتقل بينا الاحداث لمكان احدى الحفلات، وبيطلع ان يونج معزوم فيها. لا وكمان بوبي بول موجود هناك. ايوه هو الواد ده بتاع الكرات يا صديقي. وبيطلع ان يونج عارف الرئيس من وقت طويل، وده بيعصب بوبي بول جدا. بيستفز يونج بالكلام وبيسيبه ويمشي. بيدخل يونج الحفله وبيطلع ان في ناس مهمه فيها، وبيخرج الرئيس بانو اللي هو صديق يونج منذ الطفوله، وده اللي كان بيتكلم عليه ثيودور من شويه. نروح بقى لفين اللي لسه شيو بتراقبه لحد دلوقتي. بيفكرها حد من اتباع بان اللي هو زعيم الكولان دي. بيفعل بطاقته وبيجري وراها. في الوقت ده بتقبض عليه لانه معاه سلاح ناري. نرجع بقى لبان اللي عامل فيها الراجل الشريف اللي مفيش منه 2، وده طبعا علشان الضيوف اللي في الحفله. وبيستغرب يونج ان شركه مافيا عامله مؤتمر خيري. في الوقت ده بيجي مساعد بان من وراه وبيقول له حاجه في ودنه، وبيطلع انهم قدروا يمسكوا جون دو وبيجيبوه قدام الناس اللي موجوده في الحفله. من ناحيه تانية بتكون المحققه واخده فين معاها لمركز الشرطه، لكن اثناء ما هم ماشيين بتيجي عربيه وبتخبطهم. نرجع بقى لبان اللي بيطلع انه عنده قدره لاحدى البطاقات وبيقدر انه يخنق جون دو من غير ما يلمسه. نروح بقى لفين اللي بيحاول يفوق شيو علشان تخرج من العربيه، وبيطلع ان في حد هو اللي عامل فيهم الحادث ده عن قصد. ده غير ان العربيه اللي خبطتهم بتترفع وبتترمي عليهم، ولكن بيتفادوها في اخر لحظه. تفتكروا الموضوع كده خلص؟ لا والله، بتظهر لهم بنت والظاهر كده انها ورا كل ده. بيفعل فين البطاقه بتاعته وبتعرف البنت انه من اتباع بينكو. نلقي نظره سريعه على بين اللي لسه بيعذب في جون دول لحد دلوقتي. ونرجع تاني لبطلنا فين اللي بيضرب نار على البنت دي، وبيطلع ان البنت دي قدرتها هي التحكم في الاشياء وبتصد ضربه فين. ده غير انها بتتحكم في ايده وبتخنق شيو بالايد التانيه. لا وكمان بتوجه المسدس ناحيه شيو، وشكلها دي النهايه ولا ايه يا صديقي؟ بتضرب نار عليها في نفس الوقت اللي بيخلص فيه بان على جون دو. نرجع لفين مره تانيه وبنلاقي ان الطلقه ما جاتش في شيو اصلا، وبتعرفهم البنت ان كل ده كان تحذير بس مش اكتر، علشان ما يتدخلوش في شؤون العائله. كل ده تحذير، امال لو بتتكلمي جد بقى كنت هتعملي ايه؟ وقبل ما تمشي بتحذر فين انه لو وجه المسدس ناحيتها هتخلص عليه. نرجع لبان اللي بيقابل يونج وبيقول له انا اول مره اعرف انك مهتم بالجمعيات الخيريه. بيقول له لا وانت السادس، ده انا هنا علشان موضوع الهجوم على قلعه الملك اللي حصل من شهر لما الملك جوليوس اتنازل عن العرش، في الوقت اللي البطاقات اتجمعت فيه علشان تتويج الملك القادم. انتوا بقى عرفتوا بالموضوع ده وهاجمتوا القصر في اليوم ده، صح كلامي ولا لا؟ فين البطاقات دي؟ بيقول له بان مين يدرى. بيقول له يونج بعد الحادثه دي في لاعبين ظهروا في الشوارع، وما اعتقدش انكم هتوزعوا البطاقات دي كده من غير ما يعرفنا ثيودور. انا عاوز افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، وبالاخص ايه اللي حصل في تلك الليله. بيقول له التاريخ يعيد نفسه، لا تثق بثيودور، سيطعنك في ظهرك يوما ما. وبيسيبه ويمشي. نرجع لفين وشيو اللي بتكون في حاله يرثى لها ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل. بيقول لها فين ابعدي انت بس عني وكله هيبقى تمام معاكي، وبيكلبشها في العربيه وبيسيبها ويمشي. نروح بقى لهذه السفينه، وهناك بنعرف ان من زمن بعيد كانت جزيره تراب المقسمه الى 4 بلدان، وفي يوم من الايام هجم عليها جنود
أشرار من وراء البحر لغزوها، نهبوا خيراتها وطعامها واعتدوا على الناس وتركوا الجزيرة في حالة فوضى وخراب. في الوقت ده ظهرت ساحرة ومعاها ولد صغير، بالإضافة لرسالة فيما معناها إن الصبي ده هو الملك الشرعي لجزيرة ترابل، ولو انتوا عايزين تنقذوا الجزيرة اختاروا من كل بلد 13 فارس علشان يقاتلوا بجانب الملك. وتم تكوين جيش من 52 فارس من البلاد الأربعة، وادتهم الساحرة بطاقات غامضة، وحارب الفرسان مع بعضهم البعض من أجل الجزيرة، ولكن للأسف ماتوا جميعا. ولكن حبهم للأرض انتقل لتلك البطاقات بفضل الساحرة، واستخدم الولد الصغير تعويذة أشبه بالسحر أنقذت الجزيرة، وبكده وحد الجزيرة وأصبح أول ملك لفورلاند. ودي بقى يا صاحبي كانت القصة الأسطورية للجزيرة. أما بالنسبة للسفينة اللي اتكلمنا عليها من شوية، فدي هيتقام عليها أكبر مزاد لبيع التحف وقطع من آثار هذه المدينة، بما فيهم بطاقة من هذه البطاقات. واجب فين بقى وباقي المجموعة إنهم يسرقوا البطاقة دي في أسرع وقت ممكن عن طريق استبدالها بواحدة مزيفة، وده طبعا قبل ما تنعرض في المزاد. بيبدأ المزاد وبتكون الخطة كالتالي: فين بيتنكر في شخصية رجل أمن، وده علشان يسرق المفتاح من الراجل ده، وطبعا بينجح في كده لأنه حرامي قديم زي ما احنا عارفين، بس بيكون حاسس بدوار البحر والدنيا بايظة معاه شوية. بعد كده دور فيجاي اللي بياخد المفتاح من فين وبيحطه في العصير اللي بتاخده ويندي، وبتنزل بيه على اوضتها، وده طبعا علشان توقعه على الحارس التاني، وتسيب المفتاح لكريس وبتدخل الحارس اوضتها علشان ينظف هدومه. بعد كده دور فيجاي تاني اللي بيستخدم قدرة التحكم في النبات علشان يقدر ياخد الاي دي بتاع الحارس اللي عند ويندي ويديه لكريس اللي خد المفتاح التاني من شوية، وهو بيتفتش وبينجح كريس انه يستلم البطاقة الاصلية. واثناء ما هو في المصعد بيحط جهاز تشويش الكاميرات علشان يبدل البطاقة، ولكن سرعان ما حراس احد المشتركين في المزاد بيجوا علشان يسرقوا البطاقة. اما دور ليو فهو هيكون خطة بديلة علشان لو فشلوا في استبدال البطاقة ياخدها هو من المزاد. بتدور معركة قوية بين كريس وبين الراجل ده، واللي بيطلع انه عنده بطاقة هو كمان وبيقدر يتحكم في البرق والكهرباء. بيحاول فين مساعدة كريس لكن الراجل ده بيمسكه. في الوقت ده بيخبط كريس الصندوق علشان يوصل لمكانه في المزاد، ولكن بعد ما وصل بيتم سرقته من قبل البنت اللي كانت بتقاتل فين من شوية. فيا ترى هيعملوا ايه اصدقائنا مع الناس دي؟ وهل هيقدروا يجمعوا البطاقات ولا لا؟ وايه هو الهدف الحقيقي لعائلة الكولاندي؟ ده اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي من الانمي. فما تنسوش تنزلوا الفيديو بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، واشوفكم في حكاية جديدة، والسلام.